السلام حبايب قلبي اللي وحشني. بداية كده يا حبايب قلبي نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع رسول الله. واللي مش عارفني انا اختكم في الله لمسة وست بيت شاطرة، بقدم روتين ومحتوى. بعمل يعني روتين اليوم بحب اشارككم فيه وبعرفكم انا اليوم بتاعي بيبدأ ازاي وبعمل فيه ايه. واتمنى ان انتوا تدخلوا تعملوا لي اشتراك وتتابعوني وتعملوا لايك عشان تكبروا مني وتكبروا صفحتي، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. بداية كده يا حبايبي، في بداية الفيديو انا طبعا زي كل يوم بقوم افتح باب الشقة بتاعي عشان ايه؟ الشقة تتهوى، وبعدين بطلع علي في الطيور بتاعتي على طول. هو ده اليوم بتاعي على طول، ده حاجة مقدسة كده يوميا. المهم الولاد قالوا احنا عايزين نفطر. عفوا يا حبايبي. المهم الولاد قالوا احنا عايزين ناكل رنجة، ما كلناهاش خالص من قبل رمضان، فانا قلت اما اجيبها. بصراحة ما جبتهاش في العيد، بس كنت عاملة فسيخ عملته معاكم وايه، وهم كلوا فسيخ، بس قلت اما اعمل تغيير كده برضو ايه جايبه لهم الرنجة دي. المهم انا جبت الرنجة. طبعا انا مش يعني في ناس بتاكلها متنضفة، وفي ناس بتاكلها متسيحة. يعني متنضفة ازاي؟ بيحوشوا الجلد وبياكلوها كده. في ناس بتاكلها متسيحة، انا هنا سيحتها طبعا. وبعدين قلت بقى ايه اما نفطر وايه ونشوف بقى باقي اليوم هنعمل فيه ايه. طبعا عادي اللي هو نفطر رنجة ده في اليوم ده عادي، مش مشكلة يعني، لان احنا يوم ما بنيجي نفطر دي بتبقى حوالي الساعة 10. ما بتبقاش يعني بدري قوي ولا اي حاجة. المهم يا بنات، وبعدين طالما هم الولاد عايزين حاجه زي كده فانا مش هحرمهم من حاجه زي كده. النهارده الفيديو هيبقى طويل عليكم شويه، سامحوني واستحملوني. واتمنى يا حبايب قلبي ان انتوا تدخلوا تكبروا بخاطري. والله العظيم بتبسط جدا اما حد بيقول لي كلمه حلوه، او حد بيدخل يعمل لي لايك او اي حاجه تفتح النفس كده. ببقى مبسوطه جدا. يعني ربنا يفرح قلبكم يا رب، ويجبر بخاطركم ويدي كل واحد كل اللي بيتمناه. المهم يا حبايب قلبي، هنا كانت الرنجة هي عشان كانت متلجة شوية فغابت على ما اتفتحت معايا، وهنا اتفتحت معايا وبقت جميلة بصراحة. وهي ما هيش حادقة ولا اي حاجة، بصراحة كانت جميلة جدا وكانت طعمها حلو قوي قوي. والمهم ايه، جهزت معاها بقى بصل وكده. بصراحة كان نفسي اعمل بقى طحينة، بس كانت الدنيا بقى بتشتي، فالولاد ما كانتش عارفة تطلع وكده. تاكلوا الرنجة دي بالطحينة يا بنات، بتبقى جميلة وهم والله وهم. اللي ما جربهاش يجربها ويقول له ايه رأيه، بجد بجد كانت تحفة. المهم هنا طبعا قطعت البصل وليمون، حطيت على البصل خل وليمون وشوية كمون وملح، وقلبتهم في بعضهم كده، وجبت خس وطماطم. والمهم كانت والله كان فطار جميل خالص وزي العسل. وطالما الولاد بيحبوا حاجة زي كده فالواحد ما بيتأخرش عن اي طلب لهم بصراحة يعني. المهم وهي برضو حيرة اللي هو انتوا فاهمين. ما اصل انا كل يوم ما انا هجيب فول وطعمية، انا عندي الفول عاملاه عملته معاكم برضو، فول وطعمية ومش عارفه ايه. العيل زهقت، لا شيبسي وجبنة وكده، ما انت كل يوم هتعملي ايه؟ المهم قلنا نغير كده النهارده. هو تغيير زاد مننا شوية بس مش مشكلة، هو طبعا للأحسن. وطالما دي حاجة الولاد حابينها وعايزينها فاحنا مش هنمانع. المهم هنا يا بنات ايه، طبعا انا وريتكم شكل الاكل بتاعي هو زي ما انتم شايفين. فمعلش انا ان انا بحب ان انا مثلا الموضوع بيبقى طويل شوية معاكم، بس ما تزعلوش مني والله. ببقى يعني اللي هو ببقى عايزه اوريكم التفاصيل كلها والله. على طول، فانتوا استحملوني شويه لان هو الفيديو هيبقى طويل شويه. احنا عاملين في حاجات كتير خالص وعاملين فيه افكار كتير خالص. بس انا قلت ابداها بالرنجه الاول. الرنجه دي يا بنات مش من البطروخ اللي هو المخرز ده. في ناس بتحب البطروخ ده، انا ما بحبوش بصراحه، بجد والله انا مش بحبه. فمش عارفه، في ناس بتحبه وفي ناس بتحب تاكله، انا مش بحبه حتى ولا البطروخ ده ولا البطروخ ده. المهم هنا بقى ايه، طبعا هو للاسف ان هو الفيديو بتاع تسييحة الرنجة اتكرر تاني، بس معلش. هنا طبعا خلصت وخدت البوتاجاز قلت اما اغسله وايه و... ونضفه الاول قبل ما اكمل بقية الوصفات النهاردة، قبل ما اخلص او اكمل باقي الوصفات يعني عليه. وقلت اما انضفه الاول لان ما بحبش بصراحة اشتغل والبوتاجاز مش نظيف، بحب يعني ايه كله يبقى تمام. اما خلصته قلت اما اعمل بقى الباور بتاعي، السعادة، كوباية السعادة، كوباية اللي بتخليني اصحصح بمعنى اصح. في ناس بتشرب القهوة دي يا بنات على فكرة وبتنام فعادي، وانا برضو بشربها اوقات وبنام بكون تعبانة. في اوقات بقى ممكن اعملها واشربها وما عادي يعني، اكمل بها اليوم مش مشكلة، وبتصحصحني برضو حاجات يعني حاجة من نوع ان هي بتفوق كده.
انا بصراحه بحب القهوه والشاي، يعني ماليش في حاجات كتير قوي اللي هي المشاريب التانية، النسكافيه او الكلام ده. المهم انا كان عندي بقى شويه كوتشيات كده يا بنات، اعزكم الله، كانوا مليانين بقى من اللبخه والطين والحاجات دي بتاعت الشتاء تاني. فقلت بقى اما اشطفهم، وقلت بقى ايه اما انشرهم علشان الولاد هيروحوا المدرسة، تبقى الحاجة في رجلهم نظيفة برضو، ما يعرفوش يمشوا كده ايه بأي حاجة. المهم خلصت هنا كده، الروتين النهاردة طويل. المهم قلت بقى ايه العيال عايزين يتعشوا، طب نعمل ايه يا لموسة؟ قالوا احنا عايزين ميني بيتزا يا ماما. المهم انا عجنت هنا البيتزا. البيتزا هي عبارة عن دقيق وشوية زيت وشوية ملح وشوية سكر وايه ولبن بودرة لو متوفر، مش متوفر خلاص. وعملت هنا باكو نص خميرة على 3 كوبايات 4 كوبايات دقيق. عملت باكو وشوية صغيرين كده خميرة علشان تخمر بسرعة، علشان اعرف اشكلها واخلص عشان الوقت كان متأخر. المهم قلت بقى ايه اما اعمل الميني بيتزا دي، انا عجنتها عادي وسبتها وغطيتها لحد ما خمرت خالص زي ما انتم شايفين كده، وجبتها وطلعتها. طبعا جهزت الصلصه بتاعتها. الصلصه بتاعتها عباره عن انا ضربت طماطم في الخلاط، عصرت طماطم وحطيت شويه زيت وسبت الطماطم تتسبك، وحطيت عليها شويه ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات لو متوفر، وشويه كمون وكزبره وبابريكا. المهم خلصت دي صلصه الطماطم العاديه وفص توم. لو في حد عايز يعني فص توم وكده بقطعه كده بخرطه كده عادي برضه، لو محتاجين مش محتاجين عادي. انا عن نفسي ما حطيتش توم. المهم يا بنات هنا طبعا بنتي كانت بتساعدني زي ما انتم شايفين كده، فايه اللي امسك الشوكه يا ماما وانا اللي اعمل كده. فطبعا انا هنا كنت بقول لها طب نزلي هدومك يعني وكده. المهم ايه هي مسكت الشوكه وقعدت ايه تعمل الحاجات. لازم الفتحات دي تتعمل في البيتزا علشان تشرب الصلصه بتاعتها وتشرب الحاجات اللي انت هتحطيها فيها، يبقى طعمها حلو. تيجي تاكلي حتى البيتزا ما تبقاش ناشفه من جوه، بتبقى طعمها حلو كده. المهم طبعا انا هنا حطيت بقى الاول عملت بالشوكه كده، غرست البتاع البيتزا، وبعد كده هضيف الطماطم الصلصة كل حتة في البيتزا، سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة تحط لي عليها الصلصة بتاعة الطماطم. واهم حاجة تحط زيت على الصلصة علشان يدي لمعان للبيتزا او الميني بيتزا اللي انت بتعمليها. المهم هنا طبعا قلت بقى قطعت فلفل، حطيت فلفل طبعا زي ما انت شايفة كده، وهحط زيتون. انا ما كانش عندي بصراحة زيتون من اللي هو الاسمر ده، كانش متوفر، فانا حطيت اللي متوفر عندي، اللي هو حطيت زيتون كان اخضر كنت مخلله رمضان اللي هو فات يعني طبعا، فكان فايض عندي شويه فجبته وخرجت منه شويه، خليته من النوى اللي فيه. وبعدين قلت بقى اما احط اوزع على البيتزا. المهم كان عندي كفته يا بنات في الفريزر، كفته جاهزه كده. فانا قلت ايه ما انا محتاره، ما عنديش لحمه مفرومه مثلا، ما عندكيش جبن ماكس جبن كفايه، ما عندكيش تونه، ما عندكيش اللي موجود عندك بتعملي بيه البيتزا وبيمشي والله وبيبقى طعمه جميل برضه. المهم انا عملت الكفته دي، عملتها حطيتها في الزيت طبعا، بس انا ما جبتش الصوره بتاعتها، وحمرتها وخرطتها بقى قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها على البيتزا او الميني بيتزا من فوق، ونزلت بالجبنه عليها. والله العظيم يا بنات كانت تحفه تحفه تحفه. وغير كده كمان انا كنت حطاه ومسويه على البوتاجاز، مش هتصدقوا انا حطيتها على البوتاجاز من فوق، لان انا الفرن البوتاجاز بتاعي يا بيشتغل من فوق يا بيشتغل من تحت، ان ولعته من تحت ما يشتغلش من فوق، ان ولعته من فوق ما يشتغلش من تحت، اللي هو من البوتاجازات القديمه دي يا بنات اللي من زمان دي. المهم انا قلت اسويها من تحت الاول على البوتاجاز من فوق، وبعدين افتح الفرن واقوم حاطه ايه تاخد اللون بتاعها من فوق وتكمل السوا بتاعتها من فوق. والله العظيم يا بنات كانت تحفه تحفه تحفه، وكانت طعمها حكايه بصراحه، كانت جميله جدا وكانت خفيفه وما كانتش تخينه ولا كانت عجينه ولا اي حاجه. طبعا انا هنا صينيه مش محطوط عليها جبنه، مش عشان الجبنه خلصت يا بنات ولا حاجه، انا عشان ابني مش بيحب الجبنه الموتزاريلا او اي انواع من الجبن، فمش بيحبها. المهم هنا انا حطيت زي ما انتوا شايفين كده، كنت بطلع البيتزا، كانت بصراحة جميلة جدا والولاد كلوها وهي سخنة، وكانت حلوة قوي قوي بألف هنا وشفا. جربوها يا بنات. وانا من وجهة نظري ان هي بتبقى اخف بكتير من انك بتعملي صواني بيتزا كبيرة
بتبقى خفيفة وبتبقى احسن بكتير من انك تعملي الصواني الكبيرة دي. المهم انا هنا كانت سخنه جدا، وانا عايزه اوريكي القعر بتاعها، فما كنتش مالكه ان انا اوريكي الظهر بتاعها او كده عشان تشوفي ان هي وش كانت سخنه جدا. ما كنتش والله ما كنتش متحمله ان انا امسكها، لان هي طبعا قبل ما بترصها في الصينيه بنات بتدهنيها زيت، وطبعا الجبنه ما بتسيح. شايفين الجبنه اصلا بتشد ازاي؟ كانت بصراحه كانت تحفه وكنت مبسوطه بها والله. المهم ايه، ده انا بوريكي القعر بتاعها اهوت، والوش بتاعها بصراحه كانت تحفه وكانت طعمها جميل جدا. واحلى حاجه بقى واحلى ميزه في البيتزا دي ان هي تتاكل سخنه. تاكل سخنه تعرفي فعلا تحس بطعم البيتزا. انما تتاكل ساقعه دي او بارده دي فبتبقى بصراحه ما هياش حلوه خالص، وبتبقى طعمها بارد كده، وكل حاجه فيها بتبقى بارده كده. المهم هنا طبعا كنت بخلص البيتزا زي، والولاد هنا بقى طبعا كانوا عايزين كاتشب. انت عارفين البيتزا ما بتتاكلش الا بالكاتشب بقى طبعا، فجبت لهم كاتشب وكلوا البيتزا وايه والحمد لله. فطبعا قالوا احنا عايزين حاجه حلوه. طبعا الفيديو ده يا ولاد من امبارح، انا بصراحه لسه كنت مسجله النهارده، فانا النهارده قلت ايه هما كانوا عايزين النهارده حاجه حلوه اعملها لهم، فانا عملت لهم إيه. كان عندي كنافه من رمضان، بصراحه كانت فايضه من رمضان. المهم قلت اما احمرها، جبت قلت اما اعمل لهم ايه كاسات بتاع كنافه بالمانجا، اعملها لهم يعني النهارده وكده. وطبعا كان عندي شويه لبن طلعتهم وعملت، جبت معلقتين كاستر. وايه يا بنات، عملت الكاستر بالبتاع يعني زي ايه، زي المهلبيه كده، بس بدل النشا حطيت كاستر. المهم هنا كنت حمرت الكنافه زي ما انتم شايفين، وقطعت المانجا، وده شكل الكاستر بعد ما خلص وكده. وحطيت باكو فانيليا عليه، وجبت كيس كريم شانتيه ما كانش كتير بصراحه، انا ما جبتش الا كيس واحد. المهم هنا وحضرت الكاسات بتاعتي، وهعمل طبقه كنافه، وهحط مثلا طبقة كاستر، وهحط كمان طبقة كنافة، وارجع احط بقى الكريم شانتيه، واحط فيه من فوق كده او ازين بقطع المانجا من فوق من على الوش. والكاس ده بيتاكل ساقع كده يا بنات، ما يعني حتى كان عشان الجو برد فما دخلتوش التلاجة بصراحة، فسيبته على الرخامة بره كده لحد ما برد ومسك لوحده، لان هو بيتاكل ساقع مش سخن. المهم يا بنات هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بصراحة كان طعمه تحفة جدا جدا جدا، وكان حلو. انا الكلام ده انا عاملاه النهارده، فعشان كده فاتاكل يعني الحمد لله بألف هنا وشفا. قلت حاجة حلوة تشجع الولاد على المذاكرة كده وايه، وتقويهم برضو. والنهارده كان برضو الجو شتاء والولاد ما راحتش المدرسة، فكانوا قاعدين فعايزين اي حاجة تشجعهم على المذاكرة او تغير مودهم بين المذاكرة والدروس والضغط اللي هم فيه. ربنا معانا ومعاهم يا رب. المهم عارفة والله ان احنا كلنا مخنوقين وكلنا تعبانين بسبب الولاد وعدم مذاكرتهم. بصراحة كل حاجة والله العظيم بالعافية، روح الدرس بالعافية، روح ذاكر يعني كل حاجة شغل بالعافية كده. المهم يا بنات هنا طبعا عشان زي ما قلتلك ان الكريم شانتيه ما كانش كتير، فحاولت بقدر المستطاع ان انا عملت 6 كاسات بس، والله ما اجيب ولا كده، حتى ما ملوشي الكاسة بحالها او كلها، بس اللي هو حاجة برضو للتزيين مش اكتر. وهنا نزلت بالمانجا بتاعتي، بصراحة كانت تحفة تحفة تحفة. وفات طبعا معايا قولوا معايا بنات كنافة، وفات معايا مهلبية بالكاستر، بس المانجا كانت خلصت والكريم شانتيه. طبعا انا جبت كاسات تانية وعملت برضو طبقة كنافة وطبقة كاستر وطبقة كنافة وطبقة كاستر برضو. والمهم زينت فوق بشوكولاتة اللي هي الصغيرة دي، علشان ان انا يعني حاجة برضو للتزيين مش اكتر. حاجة بدل اللي هي المانجا خلصت، فانا يعني حاجة ما الولاد عندي مش بيحبوا جوز الهند او الزبيب او الكلام ده، وهي طبعا دي مش هينفع معاك الكلام ده. فانا حبيت احط شوكليت شيبس اللي هي الشوكولاته الصغيره دي، او اي حاجه ممكن تزيني بيها اللي متوفر عندك. لو مش حابه برضو تزيني باي حاجه انتي وحريتك. المهم يا حبيبه قلبي، قبل ما الفيديو يخلص مني كل مره ببقى عايزه اقولك الكلام ده،
انا اعتبريني اختك، اعتبريني بنتك، اعتبريني صاحبتك، شجعيني. وانا والله ما حد يشجعنا الا انتي. انا مش عايزه اي حاجه ومش طلبي مستحيل. انا عايزه كل اللي مش عارفني يعرفني، واللي مش عامل لي اشتراك يعمل لي اشتراك. وحتى لو انت عامله لي اشتراك ادخلي اجبري بخاطري، علقي لي تعليق كويس، اعملي لي لايك. عايزاكي تكبري مني. انا عايزه اكبر يا بنات، ويعني وعايزه الصفحه بتاعتي دي تبقى كبيره بصراحه، وهي مش هتكبر الا بيكم. انتوا عيلتي التانية وانتوا حبايبي، والله العظيم بحبكم في الله. انا ما اعرفكوش على المستوى الشخصي، ولا انتوا تعرفوني. انا يعني مثلا واحده مثلا ممكن تقول انت حيالله مثلا بتعملي روتين واحنا ما يخصناش حاجه ان احنا نعرف، والله مش اكتر. انا بس بحب ان انا اشارك حبايبي واخواتي واصحابي الروتين بتاعي، وعايزه اعرفك حتى لو هتستفادي حاجه بسيطه صغيره مني. حتى لو مش هتستفادي، كفايه ان انتي بتتابعيني وبتدخلي تشوفي حاجتي وبتتفرجي عليا. بحبكم في الله، وربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا ويخليكم ليا. وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي، ومعلش طولت عليكم. مع الف الف سلامه يا حبايبي.